السي وهبي، انت كثير الكلام، كاين اللي يسماك سليط اللسان، كاين اللي يسماك ماضي، ولكن مرة كتجيبها في راسك كيديرها بك لسانك. بحال النهار هضرتي على الشلح مول الزريعة، قلقتي الناس، كدير دورة كترجع للعورة. على كل غير باش ما نشر في الصحافة اقتص. عاوتاني يا السي وهبي غنقلق دابا انا ونخرج على الحياد ديالي. لا شوف، مختصة من الكلام ديالي. ثانيا انا قلتها مرارا، مني انا دزت في النرويج ولا الوالده ديالي من السويد من الفيكينغ. اسمحوا لي، يسب العائله ديالو، تضفات سياسيا ضدي من طرف جهات انا كنعرفها. شكون هما؟ كلشي، من العداله والتنميه، من اقصى اليسار، من الحركات الامازيغيه، من بزاف. صبحت الموضوع كان الموضوع توجه ليه بهذا الشكل هكا. كاين ناس ما عرفتش الحقيقه وبدات تحدد المواقف. كاينه جمعيات غير سمعات ونط كدير المواقف، ما تطلب حتى الناس اللي حددوا المواقف، ما تطلب حتى يسمعوا داكشي اللي قلت التسجيل ديالو، ما تطلب حتى يتسولوا لي. تصور كنقرا بيان في جمعيه، الناس كيعرفوني كنقرا بيان في جمعيه، ولا في واحد فيهم هز التليفون قول السي باش قلتي وعلاش قلتي. غير ظلموك زعما. ظلمت نفسي يمكن، لانه كان خصني نحتاط حيت نكون كنتكلم باش ما تستعمل شي حاجه بشكل انتقائي من الكلام ديالي. شنو قلتي بالضبط؟ قلت انكم غتردونا في هاد التمسيه وفي هاد الشيء غير شلوح كيبيعوا الزريعه. هو يدير دوك المحلات غير بحال حنا شلوح كنبيعوا الزريعه. اولا باش حنا شلوح كنبيعوا الزريعه ما عندي مشكل انا بانه شلوح كيبيع الزريعه، لانه مالو ياك العمل ديالو حلال. ولكن كاين الناس قالوا لك هذه صفه قدحيه، غير شلوح غير شلوح كيبيعوا الزريعه، ماشي غير شلوح. راه حتى من حيت كتهضر معاه كتشوف واش عنده نيه سيئه ولا ماشي نيه سيئه. طيب ما عندكش نيه سيئه. على كون الا كان هذا خطا وكيعتبروا بان فيه مساس لشي جهه، فانا كنعتذر لكل كيعتبر نفسه بانه راه سي وهبي. يلا كنت غنسولك واش ما تعتذرش؟ انت لحيتي واحد الوقت انك ما تعتذرش، والان انا هذا الملف انتهيت منه ورجعت للبلاد ديالي وجلست مع الناس وتذكرنا في الموضوع وما عندي اشكال. وانا شلح، واللي بغى يحيد هذا الصيف يقلب على حاجه اخرى. انا شلح، انا ماشي غير شلح، انا شلح مزدوج. الوالده ديالي ريفيه والوالد ديالي سوسي، يعني معكس. وحيد لي واحده منه الا بغاو. داكشي علاش ما كنتيش باغي تعتذر، حيت معكس. ماشي معكس. واش دابا كتعتذر الناس اللي فهموا كلامك انه اساءه؟ انا كنقدم الاعتذار لهذوك الشلوح اللي هما من عائلتي، اللي في لحظه من اللحظات شعروا بانني مسيت بهم. سمعوا يا الناس اللي سمعتوا او فهمتوا ان وسائلكم عبد اللطيف وهبي كيعتذر لكم، كيقول لكم ما قصدتش والمسامح كاين. تنقول ماشي داكشي اللي قلت وما قصدتش، ماشي داكشي اللي قلتي وما قصدتش، ولكن كتعتذر لشي حد فهم بانك سأتيني. كل من شعر بانني مسيت به. تسنيت هذا الوقت كله باش تعتذر السي وهبي؟ لانه باش نعتذر لشي واحد اللي غير خلقها وسيله باش يتهجم عليا وكيطلب مني الاعتذار، هو حتى اتصل ما اتصل بيا باش يسالني شنو وقع. انا كنعتذر الناس البلاد، الناس اللي في العمق، الناس اللي في المغرب المنسي، الشلوح ديالنا اللي في الجنوب والوفاه ديالنا اللي في الشمال، اللي في الجبال واللي مساكن كيشعروا بوطنيتهم. واللي انا كنتذكر واحد الراجل عجوز التقيته في البلاد قال لي وليدي واش الا اتهموك راه غير غلطوا فيك، وإلا كان ضروري شي واحد رانا اللي عندي 95 عام اللي عندي الحق نسمح لك راني سمحت لك. بقات فيها